تعالي أقولك ازاي تعملي حنة صح، تكون حمرا ولونها جميل قوي، وفي نفس الوقت تكون علاجية كمان وتعالجي بيها حاجات كتيرة قوي. هحط في نص البراد مية بالظبط، وهحط معاه كمان شوية كده من الروزماري. هحط معاه كمان معلقة كبيرة من قشر الرمان المتحمص المطحون بودر، وهحط كمان قرنفل حوالي كده 7 فصوص. وما تنسيش طبعا تحطي القرض، والقرض بنجيبه من عند العطار، وفوايده مليها أول من آخر، وهقول لكم كل حاجة في الفيديو. وهغلي المكونات الجميلة دي لمدة تلت ساعة بالظبط. هحط معاه كمان القرض علشان أنا نسيت أحطه، وهقول لكم القرض بيستخدم في ايه بالظبط. القرض بيستخدم في لم الجروح، يعني احنا لو في عندنا قشرة في الراس او التهابات او حبوب او مشاكل في فروة الراس عامة، يعني القرض بيعالجها تماما تماما تماما. هبتدي بقى ايه انخل الحنة، ولازم تنخليها كويس جدا علشان بيكون فيها شوائب طبعا. وبعد ما الأعشاب غليت لمدة تلت ساعة وبردت تماما، لازم تبرد تماما، هبتدي بقى ايه أسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي أعجن الحنة. وقوام الحنة ما يكونش مميمي، ما يكونش سايل، لازم يبقى تقيل، يعني ما تكونش لا طرية قوي ولا ناشفة قوي. وهنا سؤال بقى، هل الحنة ذكرت في السنة؟ وهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتداوى بالحنة؟ هقول لكم. أنا قرأت بصراحة عنها كتير قوي، وعرفت كمان إن في أحاديث كتير قوي ذكرت ذكر فيها الحنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال تداووا بالحنة، فدي حاجة جميلة قوي بصراحة. أنا بقى لما جربتها جابت معايا نتيجة كويسة جدا. أنا عندي بنتي الصغيرة 13 سنة من ذوي الهمم، وعندها كهربا كمان، وانتوا عارفين طبعا ان مريض الكهربا دايما عنده نوبات كهربا، دايما عنده صرع، دايما عنده تشنجات، وبسبب أدوية الكهربا طبعا أيا كان ديباكين سايكوسيتام تيترام حاجات كتير قوي. الأدوية دي كلها أصلا بتسبب للعيل صداع، مزاج مش حلو، دي الأعراض الجانبية بتاعتها. كمان نوبات زيادة كمان. فبصراحة يعني لما جربت الحنة معاها جابت نتيجة كويسة جدا. بعد ما عجنت الحنة والقوام بتاعها ناشف شوية، هبتدي بقى ايه اغطيها واسيبها يوم كامل. لازم تسيبي الحنة يوم كامل علشان تاخدي نتيجة كويسة. في ناس كتير بيقولولك بعد نص ساعة من عجن الحنة تتحني بيها عادي، ده اكبر غلط. الطريقة الصح اللي هتاخدي من الحنة نتيجة كويسة جدا، وهتبقى حمرة كده في شعرك او في ايدك او في رجلك حسب ما انت عايزة تدهني ايه بالظبط. عايزة تاخدي نتيجة كويسة سيبيها يوم كامل. كمان لو هتاخديها علاجية يعني برضو لازم تسيبيها يوم كامل برضو، يعني في كلتا الأحوال لازم بعد عجن الحنة تسيبيها يوم كامل علشان تاخدي نتيجة أحسن وأحسن. بالمشط الخشب بقى إيه، وبدأت فرقت لها شعرها كده، وكل خصلة وخصلة بحط شوية. لازم أحني فروة الراس كويس جدا، طبعا علشان دي مريضة كهربا فعندها صداع مستمر. ربنا يشفيها ويشفي كل مبتلى يا رب، ادعولها بالله عليكم. وعايزة أقول لكم كمان قناة جديدة وأنا فاتحاها علشان تبقى مصدر دخل ليا، فاستحلفكم بالله شيروا الفيديو واشتركوا في القناة وحطوا لي لايك واكتبوا لي من انهي بلد بتتابعوني. دهنتلها شعرها كده بين كل خصلة وخصلة. حطيت شوية، لازم احط على فروة الراس بالظبط وعلى الشعراية من فوق كمان علشان شعرها يبقى احمر، هي بتحب اللون الاحمر قوي. سكر عسل حبيبتي. وبعد ما حنت لها شعرها هلبسها كيس، وكمان هلفلها طرحة وهتنام بيه. تصحى الصبح بقى تاخد الشاور بتاعها وتتفرج على شعرها الأحمر.
بصراحة بيكون تحفة، بيكون شكله حلو خالص. وأنا مش بحنّلها شعرها علشان شعرها يبقى أحمر أو لأ، أنا بصراحة بحنّلها شعرها علشان طبعًا الحنة لمّا بتلمس فروة راسها بتخفف الصداع شوية، وكمان بتخفف نوبات الكهربا. فده بالنسبة لي دي أحسن من إن هو شعرها يبقى أحمر بصراحة. ربنا ما يكتب المرض على حد يا رب. مرض الكهربا صعب جدًا. يعني والكبير ما بيستحملهوش، ما بالكوا الصغير بقى. كمان نوبات الكهربا اللي بتيجيلها دي في رجليها لما بحنلها رجليها كمان نوبات الكهربا دي بتقل جدا جدا جدا، عن تجربة والله. علشان كده كل فترة والتانية، يعني كل حوالي كده 3 شهور أحنلها رجليها وراسها مرة. بعد ما بحنلها رجليها طبعا بلبسها شراب كده وبتبيت بيه برضو، يعني زي ما بتبيت بالحنة على راسها بتبيت بالحنة على رجليها برضو، لازم تبيت ليلة كاملة. تعالوا بقى احكي لكم شوية عن فوائد الأرض. الأرض عشبة جميلة جدا بنجيبها من عند العطار، ورخيصة مش غالية. هنعجن بيها الحنة علشان تحمر الحنة كويس جدا، وكمان هتعالج فروة الراس من كل حاجة. هنحني بيها كمان رجلينا علشان تشد السخونية اللي فيها، وكمان المجهود اللي احنا بنبذله طول اليوم، وكمان لو في جروح ولا حاجة بتلمها بطريقة جميلة جدا. مطحون الأرض عشان ريحة العرق بتاعة الكوتشي، أعزكم الله. هاتي معلقة واحدة بس من المطحون دوت وحطيه في الكوتشي، بتعالج الجروح زي ما قلتلكم، وكمان بتزيل ريحة العرق اللي اللي في الكوتشي طبعا نتيجة للبس الكوتشي فترة طويلة طول الوقت. الطريقة الرابعة إن احنا بنجيب معلقة من مطحون الأرض ونحط عليها معلقة من عسل النحل، ونقلبهم مع بعض وندهن بيهم وشنا لمدة ربع ساعة مرتين في الأسبوع. بيبيض الوش وبيديله نضارة كده، وكمان بيعالج الحبوب اللي في الوش. بصراحة تحفة.